ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير، ويا رب يكون شهر كريم علينا وعليكم باذن الله. مكملين مع بعض في سلسله الفيديوهات بتاعه التحضيرات والتجهيزات والوصفات الخاصه بشهر رمضان المبارك. النهارده هنعمل مع بعض الزبادي البلدي البيتي بخيرها بالقشطه بتاعتها بطريقه سهله ومقادير بسيطه جدا جدا، وازاي تطلع معاكم كريميه وناجحه ومتماسكه بالشكل ده. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني فانا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه طبعا هنحتاج كميه من اللبن على حسب الكميه اللي تعملوها. انا النهارده هعمل معاكم 2 كيلو من اللبن او 2 لتر من اللبن. ده لبن بخيره يعني بالقشطه بتاعته من عند اللبان. انا اللبن ده كان عندي في الفريزر، خرجته كده يفك شويه من التلج. ولو هتستخدموه من عند اللبان بتجيبوه عادي جدا، بغليه على النار لحد ما يبقى بالشكل ده، وبعد كده بسيب اللبن ده يبرد خالص، او بمعنى اصح احط صباعي فيه، استحمل درجة الحرارة بتاعته، ما يكونش سخن جدا وما يكونش بارد، بيكون زي ما بنقول كده بالبلدي زي دمع العين. احط صباعي في اللبن اتحمله، هي دي درجة الحرارة المظبوطة اللي احنا محتاجينها للبن. كده خلاص انا اتاكدت ان اللبن بتاعي بعد ما هدي وبقى جاهز ان احنا نبدا بقى نضيف عليه الزبادي او الخميره بتاعته. لكل كيلو او لكل لتر من اللبن هنحتاج علبه من الزبادي. انا بحب استعمل دايما مع الزبادي، بحب استعمل الزبادي البلدي، بتكون بتديني احسن نتيجه واحسن طعم، وطعمها كمان بيكون احلى بكتير. لو هتستخدموا الزبادي المعلب يبقى نستخدم حاجة تاريخها قديم شوية أو قديمة شوية، يعني معمولة من أكتر من أسبوع، عشان تكون البكتيريا اللي فيها تشتغل أكتر وتكون فعالة معاكم أكتر في عمل الزبادي. يبقى زي ما قلنا لكل لتر أو لكل كيلو من اللبن هنحتاج علبة من الزبادي. حطيتهم في الطبق بالشكل ده، وهبدأ أفكهم بس الأول بالمعلقة، عايزاهم يبقوا كريمي بالشكل ده وما يبقاش فيهم أي تكتلات. هنزل عليهم بعد كده بشوية من اللبن بتاعنا، وهكمل تقليب فيهم لحد ما اتأكد ان انا فكيتهم كويس جدا واختلطوا مع بعض، عشان اعرف بعد كده اضيفهم للبن. تقدروا طبعا تعملوا الخطوة دي في الخلاط او بالهاند بلندر، بس هو الموضوع مش محتاج، انتوا مجرد بس ما بتضربوهم كده بالمضرب السلك بتلاقوهم بقوا كريمي جدا وامتزجوا مع بعض لحد ما بقوا عندي بالشكل ده. هنبدأ بعد كده هنضيفهم للبن بتاعنا عشان نبدأ نقلبهم مع بعض كويس جدا. ضفنا كل كمية الزبادي، وهفضل برضو هكمل التقليب بالمضرب لحد ما اتأكد ان الزبادي اختلطت كويس جدا. وده كمان التقليب ده هو اللي هيديني زبادي كريمي ما فيهاش اي تكتلات او حبيبات، وبتكون ناعمة كده في الاكل وكريمية جدا. لو هتستعملوا اللبن المعلب يبقى نستخدم نضيف له معلقتين قشطه عشان يديكوا نفس الدسامه بتاعه اللبن البلدي، بس يستحسن نستخدم لبن من عند اللبان، بيكون دسم اكتر وقوامه كمان احلى بكتير. بعد كده بنجيب الصينيه اللي هنحط فيها الزبادي بتاعتنا، وبنجيب بولات صغيره ازاز بالشكل ده، او الطواجن الفخار او الكوبايات الازاز، حسب المتوفر عندكم وحسب اللي هتستخدموه تقدروا تحطوا فيه الزبادي بتاعتكم. رصينا كل الكوبايات والبولات بتاعتنا في الصينيه بالشكل ده. بعد كده بتحطوا خليط اللبن والزبادي في اي دورق عندكم او اي حاجه تسهل عليكم انتوا تقدروا تملوا البولات والكوبايات. طبعا انا ما اقدرش اديكم عدد بالظبط ال2 كيلو او لتر الحليب يعمل لكم قد ايه عدد علب زبادي او كوبايات زبادي، لان بيختلف برضو على حسب زي ما قلت لكم البولات او الطواجن اللي انتم مستخدمينها. بنبدا بنصب الزبادي بالشكل ده في البولات بتاعتنا، بيتم نصها بقى او التلات ارباع بتاعها بنفس الطريقه. ال2 كيلو من اللبن او ال2 لتر من الزبادي اللي احنا عملناه عمل عندي المقدار اللي انتوا شايفينه ده، وكمان 4 بولات تاني كانوا في صينيه تانية.
بعد ما خلصنا وزعنا كل كمية اللبن بتاعتنا، هجيب بعد كده مية دافية. المية ما تكونش سخنة، انا عايزة مية دافية، وببدأ بضيفها في الصينية مع الزبادي مقدار تقريبا 2 سنتي او زي ما بنقول عقلة صباع، عشان هي دي اللي هتساعدني ان الزبادي ده يتحول عندي، اللبن يتحول لزبادي ويتماسك كمان معايا. بعد كده عندي لو الجو عندكم برد هولع الفرن لمدة دقيقة أو دقيقتين تدفى بس، وبدخل فيها الطواجن بتاعتنا. لو الجو سخن يبقى انتوا مش محتاجين تعملوا الخطوة دي خالص. حرارة الجو هتساعدكم انها تتحول لزبادي. هغطيهم بس بفوطة وهندخلهم في فرن البوتاجاز، وهقفل عليهم باب الفرن وهتسيبوهم. يعني انا عملتهم الصبح، على بالليل الزبادي كان متماسك وكان جاهز خلاص ان هو يدخل التلاجة. هندخلهم كده نحطهم في الفرن ونسيبهم مع نفسهم، ونرجع نشوفهم بعد كده. دي الزبادي بتاعتنا بعد ما خرجتها بالليل من الفرن، تماسكت خلاص تماما وتحولت لزبادي، وتكونت طبقة من القشطة كده على الوش. ما خدتش حاجة خالص، سهلة وبسيطة وبطريقة بسيطة جدا. هنخرجها من الصينية، هتدخلوها في التلاجة تسقع كده شوية قبل ما تبدأوا تاكلوها. لما بتدخل التلاجة كمان بتتماسك اكتر واكتر زي ما انتوا شايفين، متماسكة مش سايبة، كريمية جدا، وعليها طبقة قشطة زي ما بنقول كده، زبادي بلدي بخيرها بالقشطة بتاعتها وبالطعم المظبوط زي اللي بنشتريها من بره. كمان لو حسبنا الفرق التكلفة هتلاقوا بالظبط ده أقل من نص السعر اللي لو انتوا هتجيبوها من بره. كفايه انتوا بتعملوها في البيت بطريقه سهله وبسيطه، ما بتاخدش معاكم وقت خالص. قدموها بقى مع معلقه عسل نحل على الوش بعد السحور، وبألف هنا وشفا. اتمنى تجربوها وتعملوا كل الوصفات دي في البيت، مش محتاجين نشتري حاجه من بره، احنا شاطرين وبنعمل كل حاجه في البيت. اشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفه الجايه. كنت معاكم انا فاتن عوض، والسلام عليكم.